المقادير اللي نحتاجها، نحتاجو كاس تاع الزيت 220 مليلتر، نحتاجو 2 بيضات، نحتاجو نصف ملعقة صغيرة تاع لاموطارد، ونحتاجو سنة ثوم، رشة ملح ورشة كركم، قطعة تاع الجبن، نحتاجو 2 ملاعق صغيرة تاع الخل، ونخدمو المايونيز تاعنا بالبرا ميكسر. نبداو اولا نحطو 2 بيضات، نضيفو عليهم الكاس تاع الزيت. يعني راهي وصفة سهلة جدا، تحضريها في ثواني ماشي في دقائق. وضفت لهنا الرشة تاع الملح ورشة تاع الكركم، ونبدا مباشرة نطلع فيهم بالبرا ميكسر. كما تلاحظوا دوك يطلع بكل سهولة في ثواني يعني، وراح ينجح معاكم. بالإضافة إلى البنة راني نأكد ونعاود، وما تنساوش يعني اللي تجربوا من فضلكم تخلي لي تعليق وتعطيني يعني رأيها فيه. ومتأكدة باللي مش راح تزيدي تشري المايونيز تاع المحلات يعني بعد ما تجربي هاد الوصفة. بعد ما طلعته هنا راني زدت نص ملعقة صغيرة تاع لاموطارد، ونزيد 2 ملاعق صغيرة تاع الخل. يعني راهي وصفة بمقادير مضبوطة. جبت سنة تاع ثوم نقطعها هكذا بالموس فقط إلى قطع صغيرة، ونجيب هذاك الجبن راح يزيد للمايونيز هذا بنة على بنة، ونزيدو نطلعو ثواني فقط يعني بندمجو هاد المكونات فقط مع بعضهم. هكا ويكون المايونيز تاعك جاهز في الدار يعني بمقادير ودرتيهم بيديك يعني وعلى بالك واش كاين فيه المكونات، ويجي قوام تاعو رائع. يجي يعني بنة ويجي خير من تاع المحلات. راني نهضر ونأكد عليها ونعاود. هنا بعد ما كملتو راني نحط فيه في بلاره هنا تاع زجاج. هاد البلارات اللي يجيبونا فيهم العسل الحر ولا اي بلاره عندك تاع زجاج حطي فيها، راح تحصلي يعني على كميه كبيره. ولا كان حبيتي كميه اقل من هيك تقدري ديري بيضه فقط وديري نص كاس تاع الزيت كما انا درت المره اللي فاتت في هاد البلاره الصغيره عليها. درت بيضه ودرت نص كاس تاع الزيت، وتحطيه في الثلاجة ويكون المايونيز تاعك جاهز ويجي بنين بزاف. هذه هي. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ترك لايك، اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناتي. ما تنساوش ترك التعليقات تاعكم أسفل الفيديو. نتلاقى في وصفة أخرى إن شاء الله.